السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير، يكون طيب، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم ابن نايبر في حلقة جديدة. في حلقة اليوم حنشرح لكم على الرعاية بعد العملية ونصايح التعافي. في نهاية الفيديو إن شاء الله حشرح لكم خدعة إن شاء الله تعجبكم. طبعا اللي ما يعرفش أنا درت عملية زراعة شعر عن مركز إليت هير. طبعا مركز إليت هير هو من أفضل مراكز الزراعة في العالم، خدمات 5 نجوم، وأثناء العملية مفيش ألم نهائي. نخش في الموضوع من غير مقدمات. أي شخص يبي يحجز ويدير استشارة مجانية تلقوا في الديسكريبشن رابط استشارة مجانية بحيث تحجز موعد، حيتواصل معك أحد الأطباء المتخصصين بزراعة الشعر ويتواصل معك في موعدك ويشرح لك كل شيء بالتفصيل. لو أنت أكيد حابب تكمل معهم حيعطوك جميع التفاصيل زي التكلفة وجميع التفاصيل اللي تخص زراعة الشعر وكيف انت تمشي وتزرع عندهم. طبعا نصيحتي الأولى هي الالتزام والتتبيع كل اللي مكتوب في هذا الكتيب. طبعا الكتيب هذا فصل الشرح يرفعك من أول يوم تمشي لتركيا وتزرع عندهم لقريب بيومنا هذا. فصل الحاجات اللي لازم تديرها أثناء التقشير، فصل عن الحاجات اللي تديرها بعد التقشير، شنو هم الأدوية، شنو هم الحاجات اللي لازم تتجنبها. طبعا في البداية خلينا نختصر عليكم. في فترة التقشير كانت من أصعب المراحل لأنها كانت تبي اهتمام بزيادة. كانت كل يوم ضروري ما أنت تدير لوشن لشعرك وتغسله بشامبو الفوم الخاص بهم اللي حيعطولك إن شاء الله مع العملية، ولمدة تقريبا 15 يوم. وما ترقدش على مثلا جنبك يمين جنبك اليسار، لا ترقد على ظهرك بس الفترة الأولى. فكانت متعبة شوية. وبعد تالي بعد 15 يوم بعد ما تمينا عملية التقشير خلاص داير روتين طبيعي. أعطونا المنتجات دكتور بلوي اللي هم يتكونوا من 5 حاجات: شامبو، سيرم الشعر، حبوب فيتامين، ديرمارول وميزوثيرابي. طبعا هذا الباكج يشدك ل3 شهور. واكيد حندير لكم فيديو خاص حنشرحكم عليه المنتجات هذه كامله في الفيديوهات الجايه. اهم نصيحه مني لازم تلتزم في مواعيد كل شيء. ما تحاولش انك انت تتجاهل الروتين العنايه هذا، لا في حيث تلتزم معاه. حتى يوم لا قدر الله صارت اي مشكله ما ددش ما تقولش لا رجعت اليوم مش لا قول ديروا كأنه ما صار شيء اليوم اللي فات. يعني تحاول تلتزم باكثر شكل ممكن. طبعا هالبنات تخشي في الخاص على انستغرام وتسال فيا ايوب شو درت، ايوب وين زراعت، ايوب كذا كذا كذا. طبعا اكثر من شخص يسال فيا على موضوع الزراعه وقاعد متخوف. انا ان شاء الله حندير لكم فيديوهات نتبع معكم كل شهر. حنحاول نديروا اكثر عدد فيديوهات ممكن نشرحكم على كل شيء بالتفصيل. وما تخوفوش يا جماعه، لو درتوا عملية في مركز إليت هير أنا أضمنكم إنها حتكون من أجمل العمليات اللي حتديروها. لأنكم تحسوا بشعور مش عادي. الأطباء مهتمين جدا، كلهم مهتمين بيك. المركز كامل حرفيا حيهتم بيك بشكل ولا أروع. شكرا إليت هير على كل شيء ومن أجمل التجارب. طبعا حنحكي لكم على السريع شو الحاجات لازم تجنبوها بعد زراعة الشعر. ماذا بينا طبعا نتابع على منتجات تصيف الشعر زي الجل، الوكس، زي مثبت الشعر حتى هو أكثر شباب قاعد يدير فيه. اللي بدنا نبتعد عليه في الأشهر الأولى. بالنسبة للمنطقة المانحة أول شهر ما تستخدمش عليه، والمنطقة المستلمة اللي هي المجروعة 6 شهور الأولاد ابتعد عليهم نهائيا. بالنسبة للشعر العادي حتى من أول أسبوعين تقدر تستخدم، لكن أنت بدك تبتعد عليهم في أول 6 شهور. تجفيف الشعر طبعا هم ما ينصحوش بيه وحتى أنا ما انصحش بيه. الاستشوار أنا كرهته حرفيا، نحس فيه كان سبب من أسباب تساقط الشعر مجال الموضوع العامل الوراثي. فتجفيف الشعر بالاستشوار او الماكينات الساخنه ماذا بيك تبتعد عليه. لو كنت انت بتستخدمه ماذا بيك بعد فتره الزراعه من 3 شهر. اما اول شهر ابتعد عليه حرفيا. ثاني شهر تقدر تديره على البارد. ثالث شهر انت لو انت حر بتبي تكمل فيه عادي مفيش مشكله، لكن انا عن نفسي نبتعد عليه بالكامل. تنعيم الشعر ماذا بيك من 3 شهر وبعد. قص الشعر طبعا في منطقه مانحه ومنطقه مستلمه اللي هي المزروعه. بالنسبه للمنطقه المانحه تقدر تحلق بالمقص من اول اسبوع، وبالموس او بالماكينة الحلاقة من 2 أسبوع وبعد. بالنسبة للمنطقة المستقبلة او المزروعة بالمقص من اول 2 أسبوع، بالماكينة من اول 3 أسابيع، وبالموس بعد 3 اشهر. صبغ الشعر يفضل انك انت تبتعد عليه في 6 شهور الاولى. لو كان الشعر العادي اللي هو مش مزروع ولا لا منطقه مانحه ولا مزروعه عادي من اول 2 أسبوع، ولكن لو ماذا بيك تبتعد عليه في 6 شهور الاولى بالكامل. طبعا في العمليه ماذا بيك ال5 ايام الاولى ترقد على ظهرك فقط، لا جنب يمين لا جنب يسار. بعد ال5 ايام تقدر اكيد تنحي الوساده اللي حاطها لك تساعدك انك انت تقعد ثابت
راقد على ظهرك فقط، تقدر ترقد على اليمين وعلى اليسار ال5 أيام الأولى ل10 أيام، وبعدين بعد 10 أيام تقدر ترقد بأي شكل أنت تبي. ورباط الراس ماذا بيك ما تنحيش في 3 أيام الأولى، لو بتنحيه في حال بتتوضى مثلا بتدير مساج. طبعا كيف بتنحيه؟ بتشد رباط الراس وبتدير تدليك او مساج، وبعدين تقيمها وترجعها مش سوايد ما تنزلش على وجهك ويقعد وجهك منفوخ. فديما رباط الراس بتبالك تنحيه الا بعد 3 ايام الاولى. واحذر بتبالك تنحيه وتخليه يمس المنطقه المزروعه. احسن طريقه انك انت تنحيه تشده في التوأ وتقصها بالمقص، هذه احسن طريقه. بالنسبه للتدخين ماذا بيك الاسبوعين الاولى تبتعد عليه. وبالنسبه للرياضه الخفيفه زي الجري وركوب الدراجات عادي من بعد اسبوعين تقدر تمارس الرياضه الخفيفه. لو كانت رياضه زي رفع الاثقال ماذا بيك من 6 اسابيع وفوق. بالنسبة لو كانت رياضة في النادي حتى من شهر ل6 أسابيع تقدر ترجع. ومهم جدا عندك السباحة والحمام الشمسي والصاونا، ابتعد عليهم في ال6 أسابيع الأولى، يعني خلينا بالمرتاح شهرين الأولاد إذا بدك تبتعد عليهم، بعد شهرين خذ راحة. هذو كانوا أهم نصايح العناية بالشعر ونصايح للتعافي. أعطيت لكم حاجات لازم تفوتوها، وأعطيت لكم حاجات اللي لازم تديروها، وأهم شيء الالتزام زي ما يقول لكم على الدكتور. طبعا أعودكم من جديد، أي شخص يبي يدير حجز استشارة مجانية بالكامل تلقى في الديسكريبشن الرابط هذا يرفق تحجز الموعد هذا بدنا راح يتواصل معك أحد من الدكاترة المختصين بزراعة الشعر مع مركز إليت هير، هعطيك كل التفاصيل اللازمة اللي تعرفها. ولو انت حابب كده تكمل معهم مش هيقصروا معك، حطوك تفاصيل الزراعة كيف تكمل الإجراءات معهم. طبعا جو للوقت اللي كنا نستنى فيه وهو تعليم الخدعة. وطبعا خدعة اليوم عبارة عن خدعة سهلة بسيطة، تبي شوية تدريب وتجيبها بإذن الله. حنعلمكم خدعة بالخاتم. طبعا الخدعة تبي خفة يد شوية بسيطة جدا، تاخذ خاتم وتلبسه في السبابة، مش حنطول عليكم طبعا في الشرح، حنبسطها لكم. حنلبس خاتم في السبابة وانا بالناحية الخاتم بنقلب صوابعي، يعني بنحط ايدي هذه بغطي بها وبندير هيك. فالفكرة انك انت بتغطي على ايدك وتجبر الخاتم، والخاتم يبدأ قاعد هنا، بس لعين المشاهد يكون الخاتم اتنحى وجبتنا من السبابة. فبسرعة حناخذ الخاتم ويرجع. نوريكم اهم اخطاء الواحد حاول يتجنبها في قيام هذه الخدعه. اولا الخاتم لما انت تدير راح تقلب الصبع، ضروري صبعك هذا تشده بالابهام. ليش؟ مش الخاتم ما يبانش. في اغلب الناس هم بينحوا يقعد الخاتم باين شويه، لكن لما ترص عليه بالابهام يختفي الخاتم تماما. وعندك شيء ثاني، لما تقلب الصبع شد مع صبع الوسطي، شده معه. ليش؟ مش انت كشكل يقعد شكل قريب لو ركز معي مش حندير التكنيك بتاع الابهام، وتو بندير تكنيك الابهام. ان شاء الله تكون عجبتكم الخدعة، ان شاء الله ما عطلتش عليكم. خدعة سهلة بسيطة تحتاج للتدريب بس. البس الخاتم في صبعك السبابة واقعد تمرن على الحركة هي، اقعد تمرن بس على الحركة هي، او تحس روحك خلاص جبتها. ولازم وانت تقلب بين صوابعك لازم تدير هجة اليد بالطريقة هذه، انك لو ما هتلتش تقعد واضحة، فلازم تعطي هزة وتشد الهيل. فنحن ندير لكم آخر مرة بطريقتي. نفكوا الخاتم. إن شاء الله يكون عجبتكم. كان معكم أيوب النايبر، وزي ما قلت لكم حاجة استشارة مجانية، الرابط في الديسكريبشن لوطة، تخشوا عليه ديروا استشارتكم، تحجزوا موعدكم، أول ما يجي موعدكم إن شاء الله حيتواصل معكم حد من مختصين الأطباء في زراعة الشعر يعطيكم كل التفاصيل. كان معكم أيوب النايبر، إن شاء الله يكون الفيديو فاتكم وفاد الناس اللي تسأل فيه خاصة على موضوع زراعة الشعر، والناس اللي حابة طبعا جديدة تخش القناة ومتخوفة لزراعة الشعر. إن شاء الله حنكون معكم أول بأول من الشهر هذا الثاني اللي هو نهاية الثاني، احنا خلاص بنخش في الثالث. شكرا لكم، شكرا لوقتكم، ومع السلامة.